السلام عليكم، مرحبا بكم بنات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. طليت عليكم بالخير والربح ان شاء الله. جيتكم اليوم بواحد العجينه تاع لي كيش من اروع ما يكون، ولا لي باكيت اكيد راح تعتمدوها رمضان ان شاء الله. اون بليس بلا مارغارين ولا زبده، راح تجي روعه البنات هذه الوصفه تحلفي عليها غير كوفريط، يعني تجي طريه ومبسه ومقرمشه. جربوها واكيد راح تعتمدوها. هاد العجينه تصلح ليكيش وتصلح لي تارتولات، يعني مالح وحلو. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو في المقادير وطريقه التحضير ونقولوا بسم الله. عندي 2 حبات بيض في غيسيبيون، وراح نضيف 2 مغارف كبار تاع السكر، لكن معمرين ممسوحين، يعني ماشي معمرين بومبي، ممسوحين. مع 10 مغارف تاع الزيت. انا هنا درت الكيله تاع 2 كيلات، يعني راح ندير 2 كيلات، وهي كل حبه تاع بيض راح يرافقها 5 مغارف تاع الزيت، راح ترافقها ملعقه معمره تاع سكر، يعني معمره ممسوحه، واكيد الرشه تاع الملح، وترافقها 2 مغارف تاع المايزينا. وهنايا انا دوبليت المقادير، يعني درت 2 بيضات، 2 مغارف سكر، 4 مغارف تاع المايزينا، والرشه تاع الملح ما تتبدلش، و10 مغارف تاع الزيت. هكا العجينه تاعنا راح تكون غير بالزيت، راح تجي طريه ومن اروع ما يكون. راح نخلطها كل شيء هكا مع بعض حتى ينسجم الخليط. البنات ملاحظه اللي حبت تدير العجينه تاعها مالحه ما ديرش 2 مغارف تاع السكر، دير غير ملعقه تاع السكر. واذا ديرت غير بيضه واحده دير نصف ملعقه، يعني ممسوحه تاع السكر. هكا متفاهمين؟ كما قلت لكم العجينه هذه تصلح مالح وحلو، تحبوا ديروها لي كيش، تحبوا ديروها لي تارتولات. نروحوا للفارينه. الفارينه انا هنا مبدئيا درت 9 مغارف، وهي بالعاده تدي لي 10 مغارف، بصح انا حبيت ندير 9 مغارف باسكو كاينه الفارينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش، يعني كاين اللي تدي معاك 10 مغارف، كاين اللي تدي معاك 11 مغرفه، وكاين اللي تدي معاك 9 مغارف، يعني على حساب الفارينه تاعك. هنا ما راح نحدد لكم، لكن راح نعطي لك القوام تاع العجينه اللي لازم تتحصلي عليها. راح نبدا نلم غير هكا بصبعتيه كما راكم تشوفوا حتى نشوف القوام تاعها. انايا هنا درت غير 9 مغارف، من بعد زدت ملعقه الاخيره واللي هي العاشرة باش تحصلت على القوام المناسب. راح نزيد الملعقه العاشرة كما قلت لكم. المغارف هنايا يكونوا معمرين بومبي، يعني ماشي معمره ممسوحه، واكيد الفارينه تاعك لازم تكون مغربله. اللي وصلت معايا لهذه المرحله نقول لك ما تنسيش حبيبتي تخلي لي جيم، تخلي لي ابوني للقناه، ان شاء الله يوصلوك كامل الوصفات تاعي السهله والسريعه واقتصاديه. اكيد هكا راهو جاي رمضان وهذا واش نحتاجو ان شاء الله. هنا سمحوا لي البنات كنت نسيت الرشه تاع الخميره وضفتها في الاخير، لكن نتوما من الاحسن ديروها مع الاول مع الفارينه، يعني ديروا رشه صغيره على راس المغرف الصغيره تاع القهوه. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا. راح نخلي لكم المقادير مكتوبه بالتفصيل في صندوق الوصف، هكا كي تحتاجوها تلقاوها. وهنايا رحت للعجينه تاعي جبت لها الميزان. هنايا البنات راح نوزنها شحال طاحت العجينه تاعي هكا باش منا وجاي تجيكم سهله الخدمه تاعكم، يعني هذه المرحله راح تسهل عليكم الخدمه. انا هنا خرجت لي 563 غرام تاع العجينه. راح نقسمها على 19 غرام، يعني كل كويره راح ندير فيها 19 غرام. هنايا ملاحظه البنات خرجت لي هذه الكميه 29 حبه، يعني 29 حبه. كنت قادره نخرج حتى 30 حبه، لكن مع الفارينه قلت لكم هذا راجع للفارينه، اسكو تشرب واسكو ما تشربش الفارينه تاعكم. هنا البنات يعني الطريقه اللي راح نخدم بها انا لي باركيت تاعي، بديت بلي باركيت ومن بعد نكمل لي تارتولات. هنايا كما راكم تشوفوا حكمت كل عجينه، يعني شوفوا هنايا حتى الزوائد هذوك من بعد راح يخدموا لكم حبه، يعني يقفلوا لكم باذن الله 30 حبه. هنا كما راكم تشوفوا حليت العجينه بالحلال ونحطها فوق لي باركيت تاوعي ونضغط الاسفل. يعني هنايا البنات لازم تضغطوا على القاعده باش ما تتنفخ لكمش الحبه تاعكم في المنتصف، لازم ما تخليوش الهواء في القاعده ولا حتى في الجوانب هكا باش تتحصلوا على نتيجه شابه. وهنا راح تطيبوهم، ما ديروا لهم لا حبوب لا حتى حاجه، يعني كيما راهم ندخلوهم يطيبوا
راح يجوا روعه البنات ويبقاو محافظين على الشكل تاعهم. شوفوا كيفاش راني نضغط على القاعده مليح بصبعتيه، من بعد نضغط على الجوانب ونبدا نحي بصبعتيه هذوك الزوائد هكا باش تجينا لا فورم تاع الحبه تاعنا شابه وما راحش كاع تفسد لنا. يعني كيما ندخلوها للفرن كيما تخرج وراح تشوفوا النتيجه بعينيكم. راح نزيد نخدم معكم حبه كيما هكذا البنات باش تشوفوا الطريقه، يعني طريقه سهله ولكن يعني تفاصيل صغيره راح تفرق معاكم. لكن ما تضغطولهاش على القاعده ولا ما تضغطولهاش على الجناب ولا تخليو لها الهواء ما بين يعني المول والعجينه، اكيد راح تفسد لكم وما راحش تجيكم شابه. هنا كيما راكم تشوفوا راني ستفتها كامل في سنيوه. راح نجيب نثقبها بالفرشيطه هكا القاعده تاعها كامل نثقبها بالفرشيطه تاني باش ما تخمرش وتطلع عنا، باسكو ديك الرشه تاع الخميره يعني ماشي حاجه برك باش تزيد تعاوننا في القرمشه. كيما هكا دخلتهم للفرن وعاود خرجتهم. هنايا طابو على 180 درجه، شعلت لهم من تحت برك. البنات هنايا اللي حبت هنا راهي سخونه، شوفوا كيفاش راني يعني نحيتها فاسيلمون ما تلصق لك ما والو. غير الا كانوا لي مول تاعك من النوعيه اللي ماشي شابه ننصحك انك تدهنيهم بالمارغرين ولا بالزبده هكا راح تتهنى يعني من المشكله تاع انهم يلصقوا لك. لكن اللي عندها هاد ليمول ولا الليمول تاعها شابين يعني ما تخافش كامل. هنا راني نحي فيهم وهما سخونين، يعني غير تمسيها تتنحى. كما قلت لكم نعطيكم ملاحظه، اللي حبت ديرهم دي تارتلات يعني حلوين تحمرهم مليح تخليهم حتى يحمروا وتخرجهم يعني وتعمرهم ديريكت. اما بالنسبه اللي حبت ديرهم دي كيش يعني مالحين يعني وراح ترجعهم للفرن يزيدوا يعاودوا يطيبوا، طيبهم بيوضه كيما طيبتهم انا. شوفوا كيفاش جو يهبلوا البنات، جو روعه من اروع ما يكون. شوفوا البنات انا لقيت هذه شويه مشقوقه، قلت نسيي نقسمها معاكم باش تشوفوا كيفاش الطراوه تاعها والقرمشه تاعها. بالنسبه لسعر البيع يختلف من مكان لاخر لكن فرق بسيط. يعني بالنسبه للتارتولات راح يكونوا من 3000 حتى 3500 للحبه، ولي باكيت راح يكونوا من 2500 حتى 3000. ولي بواط تاعهم راهم يتباعوا عند بائع لوازم الحلويات يعني بسعر بسيط، كاين 15 دينار كاين 2000. يعني انت على حساب لا كونتيتي اللي شريتيها، واكيد كل ما تشري كونتيتي شويه كبيره راح ينقص لك في السعر. ان شاء الله كامل تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. ان شاء الله ما تنسونيش برك بدعمكم للقناه، خليوا لي جيم وتعليق شباب كيما نتوما، خليوا لي ابوني للقناه وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل وصفاتي القادمه ان شاء الله. راح نخلي لكم بزاف دي بروجي هكا تاع رمضان، على بالي باللي كامل النساء يحبوا يسترزقوا في رمضان، ان شاء الله يرزق كل وحده. بقى لي غنقول لكم سلام.